ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لما تلاقي حد من الناس اللي حواليك في دايرة معارفك، سواء كان اصدقاء او معارف او اقارب او ناس انت كنت بتحبهم وبتفضلهم، وتكتشف بعد فترة من الزمن، فترة طويلة، ان انت كنت مخدوع في الاشخاص دي، فيجيلك حزن وتصاب بيأس واكتئاب وتزعل زعل شديد جدا، ان انت ازاي ما قدرتش تفهم الناس دي وتعرفهم على حقيقتهم من أول ما عرفتهم، إزاي كنت مخدوع فيهم الفترة الطويلة دي. أحب أقول لك ما تزعلش وما تضايقش نفسك، وربنا هو اللي كشف سترهم في هذه الفترة. يعني ربنا كان بيسترهم، كان بيعديها معاهم مرة واتنين وتلاتة، فلما لقاهم مصممين على إن هم على الخداع، على المكر، على الكذب، على إن هم يكونوا على أفعالهم، بعد ما ربنا إداهم الستر مرة واتنين وتلاتة فكشف رصيد سترهم، خلص من عند ربنا. فبدأ بقى ربنا ان هو بعد ما اداهم كذا انذار ان هو يفضحهم ليك، وما يخلكش يعني طول الوقت دوت وانت في غفلة من امرك، وانت ما تعرفش ولا حاسس بالناس اللي حواليك ومنخدع فيهم لفترة طويلة، وحاسس ان هم بيحبوك وهم بيكنوا لك كل حقد وغل وكره وشعور سيء، وبيتمنوا لك الشر بدل ما يتمنوا لك الخير. فانت بتصاب بقى بالاكتئاب. ما تزعلش في الوقت دوت، اعرف ان ربنا هو اللي سترهم، كان بيديهم، بيمهلهم ان هم يرجعوا عن اللي هم فيه، ان هم يتعاملوا كويس، ان هم يبطلوا حقد وحسد وغيرة وغل مثلا، ان هم ما يبقوش من جواهم بيتمنوا لك الشر. ولكن لما فضلوا مستمرين على ما هم عليه، فربنا بدأ يكشف سترهم ويكشف لك حقيقة أمرهم، ويكشف لك قد إيه أنت كنت منخدع فيهم الفترة الطويلة دي. فربنا ما بيسيبش حد مخدوع طول الوقت، ما بيسيبش حد يعني بيبقى مثلا مدي النية الكويسة طول الوقت. لازم مع الوقت ربنا هيبدأ يكشف لك الناس الوحشة من حواليك، لكن أنت دايما ادعي وحافظ على الدعوة دي: اللهم دلني على من أراد بي خير، وابعد عني واصرف عني من أراد بي شر، وابعده عني يا أرحم الراحمين.